أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من مش الأخبار. بالصلاة على النبي، يوم الثلاث الفجر في قطر حربي مليان عساكر خيش في قطر بضايع، ومات حوالي 20 مجند واتصاب 117. وكالمعتاد كان أول رد فعل من شباب الإخوان إن مرسي مش هو اللي سايق، وإحنا مصدقين إن مرسي ما كانش هو اللي سايق بدليل الفيديو ده. إن هذه السيناريوهات المرفوضة حتى إن صحت فإنها تدل دلالة قاطعة على الإهمال الجسيم الذي يعاقب عليه أو تعاقب عليه جهة الإدارة العليا، متمثلة في إدارة السكة الحديد وفي الوزير المختص وفي رئيس مجلس الوزراء. وتاني رد فعل برضو كالمعتاد ان دي تركة مبارك لضحايا ومصابي حادث قطار قليوب. تركة مبارك. تم السيطرة على الأدخنة والنيران. تركة مبارك. حادث تصادم قطارين بالفيوم. تركة مبارك. ملف قضية حادث قطار أسيوط للنائب العام. تركة مبارك. تصادم قطار رقم 495 طنطا المنصورة. تركة مبارك. 10 حالات وفيات و100 حالة إصابة. تركة مبارك. ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ كيف نترك مثل هذا الحادث يمر هكذا؟ وفي انفراد لبرنامج مش الأخبار، اكتشف البرنامج مؤامرة على وزير النقل قامت بها قناة اون تي في، بدليل انها وصلت اولا الى موقع الحادث في البدرشين، متسببة في انها خلت شكل الاسعاف وحش قوي. مش بس كده، لكن كمان تآمروا وتعمدوا تعطيل وزير النقل. هل حضرتك مش ممكن تتصل بيهم بسرعة الاستجابة عشان ينفع؟ حضرتك دلوقتي بعطلني، انا مش عارف حتى استخدم التليفون. طب يعني اخد اجراءات. طيب بس بل وتعمدوا احراجه امام ملايين المشاهدين. دكتور حاتم عبد اللطيف، يعني حضرتك يا ريت يعني نتعرف على تفاصيل حول ذلك الحادث. ما بعرفش الحقيقه التفاصيل، لكن في بعض الاصابات. وزي ما عودنا دايما، مسبيرو بيكون مدرسة لجميع الاعلاميين. وقت الحادث كانت القناة الفضائية المصرية بتعرض الفيلم ده. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. قامت وزارة الصحة بدورها على أتم وجه في حادث قطار البدرشين، وزي ما احنا شايفين صرفوا لكل مصاب عيش وجبنة وإزازة مية. واحنا من ناحيتنا نحب نوجه لهم الرسالة دي. عانى كثير من المصابين من عدم قدرة فرق الإنقاذ على القيام برفع المصابين وجثث المتوفين من مكان حادث البدرشين. يعني الحمد لله وزارة النقل فشلت حتى في إنها تطلع ميتنا. نهضة يعني. وناخد اتصال هاتفي من إحدى المواطنات، ريهام من مدينة نصر. والله العظيم اسمي هيام. سوري معلش يا هيام. طب بس إيه رأيك في أوضاع البلد دلوقتي؟ بيضة جدا وجميلة جدا. إيه يا هيام، ده أنت مكلمة تهرجي ولا إيه؟ أقسم بالله العظيم أنا جدا جدا. يعني انت مطمنه وشايفه الحكومه شغاله كويس تمام يعني، ولا شايفه حالتها ايه؟ نايمه على السرير دلوقتي ولابسه قميص ذهبي. قميص؟ لا انا قصدي المسؤولين يعني في الدوله. انت شايفاهم ازاي دلوقتي؟ سنتين شبكه واندر فتله. طب عشان وقتنا قصير، يا ريت كده رساله سريعه توجهها للسيد الرئيس. هتقدرني هقدرك في كل حاجه. طب لو عايزين يقدروكي مثلا، يعني ازاي ممكن يوصلوا لك؟ ابعت لي كارت اتصالات في رساله، هتصل بيك من رقم الخاص وهدلعك. طب ختاما نحب نعرف منك، يا ترى المواطن المصري العادي يعني في الشارع حاسس بايه؟ مع السلامه. ظهر خلال الأسبوع الماضي النائب البرلماني السابق مصطفى بكري على قناة الحياة، وقد أدلى بكري بتصريح خاص للقناة إنه ممنوع من الظهور على التلفزيون المصري بأمر وزير الإعلام، وإن الأحوال أسوأ مما كانت أيام مبارك، مع إنكم كنتوا حبايب والله. لعملاء الأمريكان والصهاينة. لا واضح إن بيبو فرقع جيجي جامد يعني. والآن مع فقرة تعليقات المشاهدين. محمد من القاهرة بيسألني، طويل وسني ولونه بني يبقى إيه؟ أكيد نضرب الكار. زياد من مصر بيقول لي، إيه رأيك في حازم صلاح أبو إسماعيل؟ أحب أقول لك إني سعيد جدا إنك سألتني السؤال ده. سوسو من الشرابية بتهنينا على البرنامج وتقول لنا إن الحلقة الأخيرة كانت أحلى من الاثنين الأولانيين بكتير. بنحب نتأسف لك جدا يا سوسو، ونؤكد لك إن إحنا إن شاء الله هنرجع للمستوى بتاع الحلقتين الأولانيين، واحتمال يكون أسوأ بس في الحلقة الجاية إن شاء الله. وكالمعتاد معانا المتألق دائما، ودي كانت حلقة النهاردة من برنامج مش الأخبار. ابعتوا لنا تعليقاتكم على الهاشتاج ده وهنرد عليها. أشوفكم المرة الجاية.